هنعمل طريقة جديدة للمكرونة، مكرونة بصوص الكريمة والخرشوف. نشوف المقادير: كيس مكرونة، كوباية مشروم فريش، 250 جرام خرشوف مسلوق ومقطع، 3/4 كوباية كريمة فريش، نص كوباية جبنة بارميزان أو جبنة شيدر، نص معلقة صغيرة ملح وفلفل، 2 فص ثوم مفروم، بصلة مبشورة، ربع كوباية زبدة، ومكعب من مرقة الدجاج ماجي. نشوف هنعمل ايه. انا غليت ميه وضفت لها بس شويه ملح اللي هسلق فيها المكرونه، ما بنضيفش زيت علشان انا عايزه لما احط المكرونه على الصوص تمسك في الصوص كويس. انا بقعد اقلب المكرونه لمده دقيقه علشان ما تلزقش في بعض. في الوقت اللي المكرونه بتتسلق فيه انا هبتدي احضر الصوص. اول حاجه هعملها هضيف الزبده وبعدين البصل والثوم، هاخدهم تشويحه لحد ما البصل يدبل شويه، وبعدين هضيف المشروم. كده انا هضيف المشروم وهقلبه لمده دقيقتين لحد ما لونه يغمق. هضيف الخرشوف وهقلب تاني لمده 3 دقايق. هضيف الملح والفلفل للخرشوف. الخرشوف غذاء مناسب للناس اللي بتعمل دايت. كل 100 جرام خرشوف يعني تقريبا حبايتين او 3 بيحتوي على 50 سعر حراري، وكمان هو مليان بالفيتامينز والحديد للوقايه من الانيميا. هضيف الكريمه ومرق الدجاج ماجي اللي هتظبط لي طعم الاكل. انا ما زودتش اي توابل لانه كله موجود في مكعب مرقه الدجاج ماجي. كده المكرونه جاهزه. انا هضيفها على الصوص وهحط نص كميه الجبنه وهسيب النص التاني في التقديم. هقدم المكرونه في طبق غويط علشان الصوص، وهحط بقيه الجبنه وشويه بقدونس. مكرونه بصوص الكريمه والخرشوف مع مرقه الدجاج ماجي.